يا مساء الفل. لو انت لسه بتبدأ في مجال السوفت وير تيستنج، حاسس انك تايه وسط المصادر الكتيرة او مش عارف تبدأ منين وتذاكر ايه بالظبط عشان تكون جاهز للشغل الحقيقي، الفيديو ده ليك. النهاردة هنعمل جولة سريعة في أكاديمية منونة، المكان اللي قررت أجمع فيه كل الداتا اللي هتحتاجها كQA من الصفر. الموقع ده مش بس بيجمع لينكات، الهدف ان هو يكون رود ماب. انا قسمتها 3 مراحل: مانيوال، اوتوميشن، API، وهنتكلم عن اول مرحلة بالتفصيل، وهي هنبدأ النهاردة بالمانيوال تيستنج. زي ما احنا شايفين القسم ده متقسم 8 مربعات. ليه؟ لأن رحلة أي QA لازم يمشيها بالترتيب عشان ما يتوهش. تعالوا نشوف كل مربع فيه ايه وليه هو مهم. أول حاجة رحلة البرنامج SDLC والاختبار STLC. ده الأساس، ما ينفعش تبدأ تيستنج وانت مش فاهم البرنامج بيمشي ازاي، ودورك انك كتستر تبدأ امتى وبتخلص فين. ده بيعرفك السيستم اللي هتمشي عليه في اي شركة. انت ممكن تشوف ان التستنج في ال SDLC قبل الاخير، بس لا، التستنج لازم يبدأ من الاول، ومع كل خطوة نكون مد الاختبار البدري. تمام. تاني مربع، ازاي ال QA بيفكر. التستنج مش مجرد بس خطوات، دي العقلية. فبنشرح ايه المايند سيت اللي بتخليك تطلع غلطات غيرك مش شايفها، وازاي تفكر في الايدج كيسز والسيناريوهات اللي مش متوقعة. تالت مربع ده جدول الاختبارات، ده عشان لو حد مش عارف ازاي التست كيسز بتتبنى او بتتكتب ازاي، فيبقى عنده مثال واضح، كمان موقع تطبق عليه. ده بقى الشغل العملي، يعني الزتونة، ازاي بتكتب تست كيسز، ازاي تكتب حالة اختبار واضحة وشاملة واي حد يقراها يبقى فاهم ويقدر ينفذها بكل سهولة. رابع حاجة معانا وده مهم جدا، وهو البج. لو انا لقيت مشكلة ومعرفتش ابلغ عنها صح، كأنك ما عملتش حاجة. هنا بنشرح ازاي توصف البج وتحط الخطوات، الستبس والنتائج المتوقعة الاكسبكتد، عشان الديفلوبر يقدر يحلها من غير ما يرجع يسألك تاني. ودي اشهر الامثلة اللي بتيجي في اي انترفيو. خامس حاجة وده بقى الاجايل وجيرا. في الشركات مش بنشتغل لوحدنا، فالمربع ده بيعرفك انك ازاي بتتعامل جوه فريق الاجايل، وازاي بتستخدم اداة جيرا اللي هي اشهر اداة في العالم لادارة المهام والبوكس. المربع السادس ده المصادر والشهادات، شهادة ال ISTQB. طبعا احنا عملنا فيديو منفصل ليها، بس تمام منقدرش ننساه. ده هنا بقى جمعتلكم المصادر اللي تذاكر منها لو عايز تاخد الشهادة، وازاي تربط اللي اتعلمته بالمنهج الأكاديمي. نيجي للانترفيو. بعد ما تذاكر لازم تكون جاهز للانترفيو. المربع ده فيه اشهر الاسئله اللي بتسال في المانيوال تيستنج، وازاي تجاوب عليها بثقه وتبين انك فاهم الشغل العملي مش بس حافظ الكلام. ده بقى الاسرار، ده هديه مني ليكم، شويه نصائح من واقع الخبره والشغل الحقيقي، حاجات مش هتلاقيها في الكتب بس هتفرق معاك جدا، تخليك سابق غيرك بخطوات، وازاي تفكر ككيو اي كسينيور. فتمام، دول ال8 مربعات اللي هيبنوا مستقبلك في المانيوال. كل مربع فيه داتا وفيه مجهود كبير عشان يوصل لكم بالشكل ده. الفيديو الجاي هنتكلم عن الاوتوميشن. سلام.